الأكلة اللي وحشاني أول ما البامية تطلع جري أعملها ويكا بالطشة. يا جماعة الطشة الخضرا دي اختراع. اللي ما كلش الويكا بالطشة الخضرا ما كلش بامية قبل كده. رهيبة مع العيش المرحرح والرز بشعرية. معايا بقى البامية الحجم الكبير عشان هنعملها ويكا. كل اللي أنا بعمله بعد ما بغسلها لازم تكون مغسولة وكمان ناشفة عشان ما تمزلقش في إيدك. هبتدي أشيل القشور الخارجية بتاعتها اللي بتشوك كده، وهقطعها لحلقات رفيعة جدا جدا عشان تستوي بسرعة. يلا بقى ركزوا في الطشة الخضراء. معايا قرن فلفل أخضر حامي وبارد، نص حزمة من الكزبرة الخضراء، معلقة كبيرة من التوم المفروم، معلقة من هريسة الشطة. ما عندكيش هريسة شطة حطي قرن فلفل أحمر على أخضر. المهم ضربتهم في الكبة كويس. وعندي بقى شوية شوربة مسكرين كده وحلوين. هناخد معلقة صغيرة بس من الدقة اللي احنا عملناها في الكبة. طبعا الدقة حامية زي ما شفتي هتخلي البامية زي العسل ومشطشطة. الشوربة بتاعتك طبعا يكون ملحها مظبوط. نزلنا بقى بشرايح البامية واديناها عصير ليمون عشان ما تمزلقش جامد. واول ما تغلي هتطلع ريمة كده هنبتدي نشيلها. طبعا لانها متقطعة رفيع مش هتاخد وقت على النار خالص، 20 دقيقة بالكتير وهتبقى بالشكل ده. هشيل الليمونة اللي انا حطيتها وهديها نص ضربة بس بالهاند بلندر. دلوقتي بقى هنعمل الطشة. بقيت بقى الخلطة اللي عملناها في الكب على معلقة سمنة على شوية كزبرة ناشفة، وهنبتدي كده نطلع ريحتها ونطشها على الويكة على طول. الله الله على الجمال. كنت عاملة جنبها شوية فراخ تاكليها بقى بالعيش البتاو او العيش المرحرح او الرز بشعرية، خطيرة.